الحقيقة أستاذة خديجة، السلف الصالح كانوا بيرددوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. وللأسف الشديد البعض وليس الكل طبعا، لأن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، بنجد مثلا بعض النساء بعض البنات مجتمعين مع بعض تحت عنوان أو بين هلالين كده: بنسلي صيامنا. طب بنسلي صيامنا بإيه؟ بإن احنا بنقعد نتكلم فلانة راحت، فلانة انفصلت عن زوجها، ده فلانة بتقول كذا، جارتنا اللي فوق اشترت ايه جديد، وبالتالي بنبدأ نتكلم وبنجيب في سيرة الناس سواء بالخير أو للأسف الشديد البعض بيكون بالنميمة وبالغيبة، وتحت عنوان زي ما قلت احنا بنسلي صيامنا. احنا فين من هدي السلف الصالح اصلا من استغلال شهر رمضان الكريم في كل خير، وان ألسنتنا دي تكف عن الكذب او عن الغيبة والنميمة؟ هو شوفي سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين يعني في معنى الحديث إيش معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أنها تربط كل الشياطين الكبيرة والعظيمة اللي تلهي الإنسان تشغله وتكون سبب في ارتكابه للمعاصي. طبعا مو معناها أنه سلسلة الشياطين أنه ما في شياطين، لا، في شياطين صغيرة. وهنا احنا نقول جهل الإنسان وعدم وضع الأولويات والأهداف له في شهر رمضان، يعتقد أنه شهر رمضان هو شهر للتسلية. هو شهر ليس للتسلية يعني. ومع الأسف الشديد لما يسلوا صيامهم الناس يسلوا صيامهم، الصيام نفسه يتسلى بالحسنات اللي بيجمعوها. طيب، فسبحان الله يعني الجراءة، نحن عندنا إشكالية في هذا الجانب، يعني أنه صار شهر رمضان شهر للجراءة تحت أي مسمى، سواء كان تسلية الصيام، سواء كان لقضاء الوقت، سواء كان للتشجيع إلى آخره. والمفروض أنه ما يصير زي كده. وهنا لما نيجي نقول ما يصير زي كده، لأنه الناس عندها جهل عظيم جدا بأغلب الأشياء أو الشعائر التعبدية في الإسلام، كيف هي تتم وإيش الهدف منها وكيف الواحد يستفيد منها شهر الصوم. الصيام معناها ليس الانقطاع عن الطعام والشراب، عشان كده الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ايش قال؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليش؟ لأن الإنسان وهو صائم الناس ما بتشوفه أساسا، لا بتشوفه هو يطالع في المحرمات، لا هو بيأكل ورا الناس أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه. فإذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب فليس لله حاجة في صيامه وشرابه إذا أطلق باقي الأعضاء، يعني لأنه الأصل إنه الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، صح؟ لكن إيش معناه الطعام والشراب؟ فقط نأخذ المعنى الكبير، إن إنسان يمتنع عن الملذات وعما يغضب الله سبحانه وتعالى ويلجم نفسه حتى يقهرها تسير بالكيفية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهو شهر للتأديب والتربية وتهذيب النفس. لكن مع الأسف الشديد نحن بنشوف إنه في شهر رمضان بيصير في فوضى غريبة جدا، يمكن مو بس الجهل، كمان اللي هو سبحان الله المعدة بيت الداء والحمية خير دواء. المعدة وامتلاء الإنسان بالطعام وبالشهوات يخلي الإنسان يرتكب أو يتساهل في باقي من الأشياء، فيطلق البصر والسمع واللسان والكلام وإلى آخره كنتيجة حتمية. لأنه سبحان الله الإنسان يحترم الشهر أكثر كل ما كان صائما. لكن شوفي أنت الأدبيات هذه أو السلوكيات التي متى تظهر؟ بعد الإفطار، بعد الطعام يعني، وليس أثناء ما هو الإنسان صائم. فإذا نرجع نقول إنه عدم فهمنا إحنا حقيقة الشهر كيف نستفيد منه، هذه الإشكالية. وخاصة إنه شهر واحد يأتي، يعني شهر وحيد يأتي في السنة كلها، في 12 وأيام سنة معدودات كما وصف الله سبحانه وتعالى، هي أيام معدودات وبتعدي بسرعة. صحيح، وهي هذه الأيام المعدودات إذا الإنسان ما استفاد منها فهو لن يستفيد مما بقي من أي شهر في السنة، لأنه هذا هو الامتحان العظيم، وهو أعظم امتحان يخضع له الإنسان في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا يا رب، اللهم آمين.